يبدو أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات بشأن مستقبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي. وأصبح مارسيل كولر على أعتاب تولي القيادة الفنية لفريق الهلال السوداني خلال منافسات الموسم الجديد بعقد لمدة 3 سنوات، وسط ترقب كبير من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب. ويشارك فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الجديدة، ودائماً ما يلتقي ضد النادي الأهلي في السنوات الأخيرة. وكان النادي الأهلي قد أطاح بالفريق السوداني من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يودع المارد الأحمر البطولة من الدور نصف النهائي أمام فريق سان داونز الجنوب أفريقي. رفض مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي العديد من العروض الخليجية في الفترة الماضية، حيث كان يراها غير مناسبة، مما وضع القلعة الحمراء في أزمة من خلال الاستمرار في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده. في حالة موافقة السويسري مارسيل كولر على التوقيع للهلال السوداني بشكل رسمي، سوف ينتهي تعاقده مع الأهلي، والذي ينص على دفع مستحقاته حتى العام المقبل. في حالة عدم التوقيع لأي نادي، يبدو أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاقد النادي الأهلي مع صفقة جديدة من صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وهناك ضغط مستمر من جانب أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، على إدارة فريقه من أجل تسهيل انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي. وأبدى أسامة فيصل رغبته بشكل رسمي في ارتداء قميص النادي الأهلي، وطلب من إدارة فريقه تسهيل هذه الخطوة، خاصة إنه كان قد وقع للقلعة الحمراء على أمل أن تحسم المفاوضات، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن في ظل تعنت إدارة البنك الأهلي. ويأتي تحرك أسامة فيصل في هذا الاتجاه بعد طلب إدارة البنك الأهلي الحصول على مقابل مادي يصل إلى 70 مليون جنيه للموافقة على بيعه. جدد النادي الأهلي الحديث والاتصالات مع وكيل أعمال اللاعب لبحث إمكانية الحصول على خدمات أسامة فيصل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينال اللاعب إشادة البعض داخل لجنة السكاوتينج وجهاز الكرة. وهناك حالة من الاستياء الشديد داخل صفوف النادي الأهلي، وذلك بسبب مطالب البنك الأهلي التعجيزية في صفقة أسامة فيصل، في الوقت الذي حدثت خلاله موافقة من جانب إدارة البنك الأهلي على بيع أحمد ربيع إلى صفوف نادي الزمالك. كما تحرك البنك الأهلي بشكل غريب ومثير للحصول على خدمات مصطفى شلبي، وذلك مقابل 35 مليون جنيه، رغم فشل تجربة اللاعب داخل صفوف نادي الزمالك.